السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم بقناة نارية للطبخ. اليوم سنعمل معا حلاوة الجبن. المكونات هي سكر، صميت ناعم، موتزاريلا، فستق حلبي مطحون، علبة مسكربوني، وعلبة قشطة، وماء زهر. نبدأ العمل. وضعنا المقلاة على النار وهذا ماء مغلي. بسم الله. ثم نضع السكر. بسم الله. ونبقى طبعا ندير فيه. والآن بعدما ذاب السكر عندنا سوف نضيف السميد الناعم ونبقى أيضا ندور فيه. أصبح عندنا بهذا القوام. سوف نضيف الموتزاريلا نحرك. نبقى نحرك فيها طبعا على النار طبعا على الآخر هادئة جدا. نصف كوب من ماء الزهر. بسم الله. أضفناه للخلطة. والآن أصبح عندي جاهزا. نضع الشيرة أو القطر. بسم الله. والآن نفرش العجينة بهذه الطريقة. نضع الكريمة. الآن بعد ما خفقنا الكريمة أصبحت عندي بهذا القوام. سوف نضعها. بسم الله. ثم نضع ثم نلفها كما الرول. بسم الله. نقطعها. بعد ما أكملناها سوف نضعها بالفريزر حتى نطلعها من الفريزر ونقطعها. طلعناها طبعا من الفريزر تماسكت عندي. سوف أقطعها. بسم الله. ثم نلوثها بالفستق الحلبي هكذا.
ونستمر لحد ما نكمل كل الكمية، ونرجع لكم إن شاء الله. هذا هو صحن التقديم. نضع له طبعا العسل أو القطر أو الشيرة. بسم الله. بسم الله. لذيذة جدا، جربوها ولا تنسوا تكتبوا لي بالكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.